السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم فاطمة أم ياسمين. كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير بصحة جيدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم الغزالة ديالي بنشارك معكم واحد واحد الحيلة اللي هي زوينة، عمل المهم تقدروا تحتاجوه. غادي المهم البنات كيف ما تشوفوا هذا راه فران فاش كنطيبوا الخبز. غادي نزيد نوضح لكم أكثر. أول حاجة غادي نحل الفران. سبق ليا وشاركته معكم فران كنت جبته من المغرب. صراحه البنات الفران زوين بزاف. غادي نحاول نرجع شويه لور باش يبان حيت الفران كبير. المهم البنات بالنسبه للعرض ديالو راه 70 على 50. فران البنات كبير، كاين جوج خبزات لتحت وجوج الفوق. المشكله البنات اللي لقيت فيه هو صراحه فران زوين من برا راه اينوكس كيف ما شفتوا معايا. الفوق عنده ساروت بوحدو والتحت عنده ساروت بوحدو هنا كيف ما تشوفوا. المهم اللي وقع ليا في هذا الفران هو انه عنده العافيه ديال الفوق مجهده كيف ما تشوفوا، وعنده العافيه ديال التحت يعني ناقصه بزاف لاقصى درجه. يعني انا كنطيب فيه مره بحال هكا كانت البنات الحلوه كنطيب فيه مره. غادي نوريكم كيفاش كان وكيفاش يعني العمل اللي انا كندير فيه دابا، باش نعرفه بلي بزاف ديال الناس عندهم بحال هذا المشكل هذا وكيقلبوا على شكون اللي غادي يصايب لهم. مثلا الناس في المغرب يعني موجودين الناس اللي كيصايبوا الفرارن. بالنسبه لنا حنا هنا على خارج يعني في اوروبا وداكشي ملي كيكون شي فران بحال هكا تنوحلو كيفاش نصايبوه. المهم البنات الفكره اللي جاتني هو انني انا دابا كنصاوب فيه راسي وغادي نشارك معكم المعلومه باش ان شاء الله تعم فائده على الجميع. ما عليكم الا تبارطاجيو الفيديو وتخليو لي رايكم في هذه الحيله اللي انا درت في الفران. المشكل اللي فيه هو انه ما فيهش يعني البيبه، لان الفران مسودي. ملي كيكون شي فورنو اولا شي فران فيه العافيه ناقصه كيف مثلا كلشي الناس كيعرفوا ان خصها تبدل ليه البيبه ديالو باش كتولي فيه العافيه مجهده. بالنسبه لهاد الفران البنات ما فيهش البيبه كيف ما تشوفوا. غادي ندخل التليفون لداخل. هنا فيه جوج ديال الجعبات كيف ما تشوفوا، فيه جوج ديال الجعبات. هذه ديال التحت يعني هي اللي كتشعل الفران من التحت، وهاد الجعبه اللي غادا الفوق هي اللي كتشعل العافيه اللي الفوق. وهاد الطاوه طبيعه الحال هذه كتكون في الفران، هذه كتكون في الفران دائما. يعني انا غير طلعتها الفوق باش نصايب الفكره اللي انا جاتني. صافي البنات غادي نحاول نطلع هاد القصديره هذه الفوق حيت هي اللي كيطرحوا على الخبز، ولكن انا كنطرح في الطاوات ديريكت، لان كيف ما تتعرفوا هاد القصدير هذا مع الوقت كيولي بحال كيطلق الحموريه بحال الصدى. انا دائما كنطرح في الطاوات من الاول. المهم غادي نهز هاد الحديده الفوق وغادي نرجع معكم. صافي البنات هي راه ساهله باش كتهز. هي راه كاينين شي فرارن كتخرج منهم يعني كنجبدوها مره كنجبدوها على برا، ولكن ملي كتوصل هاد الحاشيه عندي انا هنا كتحبس يعني ما كتبغيش تخرج. هما في الاصل راهم كيخرجوا الى لقاو اتساع. انا هنا البنات الفران مع كيتحط على الشرجم يعني ما عنديش كيفاش ندير ليه الباب هكا مزاحم عليا الباب. المهم الفكره اللي انا درت وغادي نوريكم اشنو هنا كيف ما تيبان لكم. نتمنى يكون كيبان لكم مزيان. يعني الفران ملي فاش خديته مهم كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان. الفران البنات ملي خديته كانوا فيه التقابي على هذا الشكل هذا. هما البنات ما كيبانوش، كيبانوا بحال البره كيف ما تشوفوا. كتبان ديك العوينه ديالهم بحال البره. غادي نحاول نقرب لكم باش تشوفوا. ها نتوما كانت العوينه ديالهم بحال البره تماما، يعني ما فيهاش. ملي كنشعل العافيه كتكون قليله بزاف. غادي نشعلها لكم دابا باش تشوفوها الفرق اللي انا الحيله اللي جاتني في البال وقلت ضروري غادي نطبقها. طبيعه الحال درت تجربه، اول مره درت تجربه. وسعت هنا واحد جوج ديال الثقوب كيف ما تشوفوا. هنا كيبان لكم الفرق، ها هو البنات كيبان الفرق تيبان بزاف. وسعت واحد جوج ديال الثقوب غير بالقطيب ديال الشواء اولا بواحد الطرنوفيس. غادي نوريه لكم دابا. ها هو يكون عندكم يكفي ان يكون عندكم واحد الطرنوفيس هكا صغير. هاد العمل اولا هاد الخدمه يقدر يديرها اي واحد سواء راجل سواء امراه. المهم وسعت هنا واحد جوج ثقبات وانا شعلت البنات الفران. لقيت هادو يعني العافيه ديالهم زايده على الثقوب الاخرى يعني اللي كانت في الاول. صافي البنات وانا طفيت الفران واستعدت وصراحه عجبني الحال. وانا نستمر يعني درت وسعت الثقوب ديال هاد جوج قطبه الاولين كيف ما تشوفوا. وسعت لهم الثقوب كاملين. ها نتوما كيف ما تيبان لكم كلهم البنات غير بهذا الطرنوفيس هذا.
غير بهذا الطرنفيس البنات. وهذا الحديد هذا راه ما قاصحش، هذا هاد الحديد البنات راه ما قاصحش، يعني راه رطب في الخدمه ديالو. المهم غادي نشعل الفران ونوريكم كيفاش اشنو الفرق بيناتهم، وعاد من بعد انا غادي نطفي وغادي نكمل العمل ديالي. يعني باقي ليا هذه كامله تقريبا وهذه حتى هي كامله. هانتوما البنات كيف ما تشوفوا. المهم اول حاجه انا بغيت ندير معكم تجربه صراحه، حتى بديت الخدمه ما كانش عندي الفكره انني ندير فيديو نهائيا، حتى بديت الخدمه وعاد وانا تجيني الفكره تاع الفيديو قلت ضروري نشاركها مع المتتبعين ديالي باش ان شاء الله تعم فائده على الجميع. وهنا البنات الفرار انا درت ليه واحد مره كيتجمع داك الصدى، يعني حكيته بهاد الشيته هذه ديال السلك. هاد السلك البنات قاصح بزاف، يعني كيدق حتى كيجرح. حكيته مزيان من الجناب ومن سميتو لانني ما كنشعلش الفران دائما. صافي البنات ودرت ليه سبيراتور، يعني سفيت ليه كاع داك الغبره وداك الصدى اللي طاح فيه كله، وداك الدقيق اللي تيكون محروق كله البنات هزيته بسبيراتور. وصافي دابا غادي نشعل ونرجع معكم. هانتوما البنات الفرق واضح وباين كيف ما تتشوفوا. هنا درت جوج ديال الثقوب، هانتوما كيبان لكم. هانتوما البنات الفرق واضح وباين، نتمنى يكون كيبان لكم مزيان. هانتوما شوفوا حتى هنا هادو راه انا زدت فيهم ولكن باقا ما زدتش فيهم مزيان. بالنسبه لهنا هانتوما تتشوفوا، ما عرفتش علاش التليفون كيضبب. المهم البنات هانتوما كتشوفوا، المهم كتكون العافيه على حساب الثقبه اللي نتوما درتو. شوفوا هنا كيف ما تيبان لكم هادو مازال فيهم العافيه ناقصه، يعني مازال نزيد نوسعهم. ونتمنى البنات الفيديو راه واضح وباين كيف ما تتشوفوا. هنا راني كبرت الثقبه، يعني عرضتها باش ولات هذيك العافيه اولا ديك الفتيله كتبان كبيره بزاف. المهم نتمنى الفيديو يعجبكم. انا طبيعه الحال غادي نطفي الفران وغادي نخليه حتى يبرد تماما، يعني ما يبقاش سخون، وعاد غادي نكمل الخدمه ديالي. وهنا كيف ما تتشوفوا العافيه راه ناقصه، يعني بحال ما شاعلش الفران. وملي كنسدوه بعض المره كيطفى، ملي كنسدوه بعض المره كيطفى. المهم البنات نتمنى يكون الفرق باين لكم، يعني واضح مزيان. نتمنى الفكره تعجبكم. فقط كتبغي غير شويه ديال الخاطر، شويه تاع التلقانه وشويه ديال الصبر، ان شاء الله كلشي غادي يكون مزيان. صافي البنات نتمنى الفيديو يعجبكم. تبخلوش عليا باللايكات وخليو لي تعليقات زوينه بخصوص هذا الفيديو هذا. خليو لي تعليقات في المحتوى ديال الفيديو وبارطاجيو مع العائله ومع الاصدقاء باش ان شاء الله تعم فائده على الجميع. وما تنساوش لي لايكات الفيديو، كاينين الناس كيتفرجوا كينساو اللايك. طبيعه الحال اي حاجه كنستافد منها انا اولا شي حاجه اللي كتنفعني ما عليا الا نشاركها معكم ان شاء الله. وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم. وما تنساوش تخليو ليا كيفاش جاتكم هذه الفكره هذه، ولا الناس اللي عندهم مشكل هكا في فرارن وطبقوها يخليو ليا تعليق. اللي كيعرف شي حد عنده هذا الفران في هذا النوع، يعني عنده هذا المشكل، يبارطاجي معاه الفيديو. وكنشكركم يعني من كل قلبي. شكرا لكم بزاف.